السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا كلنا عارفين ان اسعار الطحينة بقت خيالية جدا، بقت اسعار في السماء، مبقناش قادرين نجيبها، طبعا ما بنستغناش عنها كل يوم في بيتنا. فقلنا نعمل النهارده الطحينة، وبرضه هنعملها بمقدار قليل جدا، يعني برضه على قدنا، لان الحاجة كده كده غالية جدا. فطبعا حتى لو هنعمل حاجة في بيتنا فهنعمل مقدار صغير على قدنا، وطبعا لو عايزة تضاعف المقدار براحتك جدا. بس حق ربنا والله طعمة طعامة احلى كمان من اللي بنجيبها من بره، وانضف واوفر بكتير جدا. تعالوا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انت بتجيبي المعيارات كلها قد بعض زي ما انت عايزه، ان شاء الله حتى تعايري الفنجان، هتعايري الفناجيل كلها زي بعضها. المهم احنا جبنا دلوقتي عيار من السمسم، والسمسم انا بحب اجيبه السمسم الابيض للطحينه، لان السمسم المحمص بحس ان هو بيدي في الطحينه نكهه كده شويه، وكمان بيغمقها معايا. فبجيب السمسم الابيض، وطبعا دي حاجه ترجع لك انت، انا بحب اعمل الطحينه بالسمسم الابيض، بيبقى لونها فاتح وجميل، وكمان ما بتدينيش النكهه بتاعت السمسم المحمص. بجيبها وبجيب نفس المعيار، بجيب فول سوداني وباخدهم على النار بقلبهم تقلبتين كده عشان بس اطلع الرطوبه منهم. وبجيب معيار زيهم بالظبط، نفس المعيار بتاع السمسم والفول السوداني بجيبه من الدقيق. وبعد ما بشوح السمسم مع الفول السوداني بروح نازله بالدقيق، برضو بديله تشويحه معاهم. نفس المعيار زي ما انت حابه، بقى المعيار تكبريه تقلليه زي ما انت عايزه خالص. طبعا هتقولوا لي طب الطحينه الناس كلها عملتها وفيديوهاتها ماليه الدنيا، ايه بقى الافتكاسه الجديده اللي انت هتعمليها لنا النهارده في الطحينه؟ هقول لكم الطحينه بتاعتي النهارده طعمها جميل جدا، لاني مش عاملاها بسمسم محمص، وكمان فاتحه جدا غير الطحينه الغامقه اللي انت بتجيبيها من بره. وكمان هعمل بيها الحلاوه الطحينيه. الحلاوه الطحينيه بطريقه جديده جدا، اول مره نشوفها، من غير لبن بودره ومن غير سكر بودره، هنعملها بطريقه جديده جدا. وبصراحه الطريقه دي طريقه الشيف هاله فهمي، شفتها عملتها فقلت ليه لا ما فتكوش بيها. يمكن يكون في ناس ما شافتهاش، الناس اللي شافتها تمام تشتغل بيها عادي، الناس بقى اللي ما شافتهاش فديني ان شاء الله هعملها لكم عشان خاطر يشوفوها، علشان كلنا لازم نفيد بعضنا، اللي يشوف حاجة ويعرفها يقولها للي مش عارفها، وكلنا بنتعلم من بعضنا يا جماعة. لازما كده كلنا نتعاون مع بعضينا ونشوف اوفر حاجة ونعرفها لبعضينا، خاصة لو وصفات اقتصادية وهتفيدنا كلنا في بيتنا، خاصة في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. فلازما كلنا بإذن الله نتعاون مع بعضينا كده، نفيد بعض، واللي يعرف حاجة يقولها للتاني علشان كلنا نستفاد. وزي ما انتوا عارفين ان احنا كلنا بنعاني من نفس الظروف. المهم انا حمصت دلوقتي المحمصات بتاعتي اللي هي الفول والسمسم والدقيق، حمصتهم اديت لهم تشويحه كده مع بعضيهم لحد ما سخنوا معايا كويس. وبعد كده هون خدتهم على المطحنه، تاخديهم على المطحنه على طول وهم لسه سخنين، اوعي تستني عليهم لما يبردوا، احنا عايزينهم هم سخنين عشان يطلعوا الزيت اللي فيهم. تاخديهم على المطحنه كده وتطحنيهم زي ما انت شايفه، طحنتهم ناعم جدا. ممكن كمان لو مش متاكده من الطحين بتاعك تطحنيهم تاني مره، تطحنيهم مرتين في الكبه، يعني تاخديهم وشين ورا بعض في الكب عشان يبقوا ناعمين جدا. احنا عايزين الطحينه بتاعتنا تبقى ناعمه وما نفرقهاش عن الطحينه اللي بره، بل بالعكس احلى كمان من الطحينه اللي بره باذن الله. ولو حاسه ان المطحنه بتاعتك مش هتنعمهم قوي، ممكن تطحنيهم وبعد ما تطحنيهم تنخليهم بمنخل سلك او بمصفى سلك صغيره كده ناعمه، عشان لو في اي حاجه زياده فيها او اي حاجه خشنه فيها ما اتطحنتش معاكي كويس، تنزل في المصفى السلك، عشان احنا عايزينها ناعمه جدا، وكمان شغالين فيها وهي سخنه، عايزينها تبقى عامله معانا زي حته العجينه، يعني تدوسي عليها كده تلاقيها جمدت في ايدك. دلوقتي هنشوف مع بعضنا ازاي. هناخد بقى دول اخر شويه كده نطحنهم في المطحنه، وزي ما قلت لك لو حاسه ان الطحين بتاعك مش ناعم اضربيه مره كمان في الكبه، يعني اضربيهم مرتين كده. خلاص طحنت السمسم اللي معايا هو والفول السوداني والدقيق، وزي ما انت شايفه كده انا عايزه الطحين بتاعي يبقى زي ما انت شايفه كده، تدوسي عليه بايدك يجمد مع بعضه، وهو بيجمد كده لان احنا طحنينه وهو سخن، لو استنيتي عليه لما يبرد مش هيديك الدرجه دي. بعد كده بقى هنجيب الخلاط بتاعنا، هنحط فيه كوبايه الزيت اللي معانا او معيار الزيت اللي معانا، احنا متفقين ان كله معيار واحد، معيار الزيت اللي معانا. وبعد كده هننزل بيه في الخلاط وهنضربه لحد ما لونه يبيض معانا، هنضرب الزيت ضرب كويس جدا كده في الخلاط لحد ما نحس ان لون الزيت معانا غير. بعد كده بقى هننزل بالخليط اللي معانا ده واحده واحده على الزيت، او شويه شويه كده عشان الخلاط بس يعرف يلف معانا. هنحطهم شويه شويه وفي الاخر هنحط الباقي عشان الخلاط يلف كويس. وبعد ما يلف الخلاط معاكي وتتاكدي ان الطحينه بتاعتك بقت تمام، هنا بقى ليكي مطلق الحريه، ان كنت عايزه تخفي الطحينه بتاعتك شويه، حسيتي ان هي تقيله، ممكن تديها معلقتين من الزيت، طبعا زي ما انت عايزه القوام بتاع الطحينه تقيل او خفيف، دي حريتك الشخصيه والحاجه اللي انت بتحبيها. يعني عايزه تخليها خفيفه تخليها تقيله، ده في ايدك انت بس اللي تقدري تعملي كده.
الحاجه اللي انت بتحبيها. هناخد بقى المقدار زي ما شفتي كده شويه شويه كده بس عشان الخلاط يمشي معانا، وبعد كده هننزل باقي المقدار اللي معانا كله ونروح ضاربينه في الخلاط. وزي ما قلت لك انا عملت الطحينه دي مخصوص عشان اعمل الحلاوه الطحينيه منها. بصراحه ما كلفتنيش كتير، هي اي نعم كل حاجه غاليه، بس طبعا المقدار في البيت بيختلف جدا عن اللي بتشتريه من بره، وغير انه كمان اوفر، لا ده حاجه نظيفه جدا ومضمونه وانت اللي عاملاها بايديكي. بجد والله ما بتختلف عن بره خالص، انا جربتها بنفسي ولقيتها تحفه، فعشان كده قلت افيدكم معايا. بس الحلاوه ان شاء الله مش هعملها في الفيديو ده عشان الفيديو بس ما يطولش عليكم، ان شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني. فشطروا بقى اعملوا الطحينه وجهزوها عشان لما ننزل بالحلاوه الطحينيه تعملوها برضو معانا. بصراحه مش هتحتاج حاجه خالص غير الطحينه، واقول لكم بعد كده تحتاج ايه، هي حاجه واحده بس ومن البيت، وهنعمل احلى حلاوه طحينيه باذن الله. ولا نشتريها من بره ب150 ولا ب160 ولا ب170 والارقام الخياليه اللي احنا بنسمع عنها، لا ده في البيت هنعملها وباقل مكونات ان شاء الله باذن الله. ده كانت بتبقى مرميه قدامنا بال20 وبال30 جنيه، وما كناش بنرضى نجيبها، الكيلو كان ب20 جنيه وب30 جنيه. بس طبعا احنا مضطرين نجيبها عشان بنعمل منها سندوتشات للمدارس او للفطار الصبح، بنعمل سندوتش كده مع كوبايه شاي، او لو طفل صغير بيبقى عايز ياكل بنعمل له برده سندوتش، فبصراحه بتبقى سهله جدا بالنسبه لنا. فاحنا بقى هنعملها بقى في البيت بمكونات بسيطه جدا وبمقدار برده قليل جدا. زي ما احنا متفقين اي حاجه بنعملها لاول مره لازم نعمل مقدار صغير، عشان لو الحاجه فشلت معانا او ما طلعتش معانا مظبوطه يبقى احنا كده عاملين مقدار صغير، فالخساره تبقى قليله جدا خاصه في الايام الصعبه دي، لان زي ما انتم عارفين طبعا الاسعار بقت غاليه نار. المهم انا طحنت بقى الطحينه بتاعتي في الخلاط، ضربتها كويس جدا، وبعد كده رحت مصفياها كمان بالمصفى السلك عشان انا عايزاها تبقى ناعمه جدا. زي ما انتم شايفين المطه اللي في الطحينه دي كده معناه ان الطحينه مظبوطه جدا معانا، ومعناها كمان انها اتضربت في الخلاط كويس جدا لحد ما ادتنا المطه دي. طبعا الطحينه كده ناعمه معانا ومضروبه كويس جدا، وكمان لونها فاتح زي ما انت شايفه كده. طبعا انت ما بتجيبيها من بره ما بتبقاش فاتحه بالشكل ده، بتبقى غامقه عن كده، علشان كده انا بحب اعملها بالسمسم الابيض عشان تبقى فاتحه معايا ولونها فاتح بالشكل ده. بجد طعمها جميل جدا ولونها جميل جدا، وان شاء الله لو جربتوها باذن الله تعجبكم. باذن الله ممكن انزل لكم الحلاوه الطحينيه الاول وبعد كده انزل لكم الطحينه، او ممكن العكس على حسب بقى الظروف ما تسمح باذن الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك مع تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد باذن الله، وصحتين وعافيه لقلوبكم يا رب العالمين.